واخوه اللي توفى من فتره محمد منصور. عيله سمعتها طيبه وعلاقتها حلوه بالكل. الحاج منصور حسين كان عنده 10 قراريط بيزرعهم وبيتين، ويشاء القدر ان محمد منصور يتوفى على حياه عين والده، وبكده محمد منصور ما يكونش ليه اي احقيه ان هو يورث او ولاده يورثوا، لان لسه الجد موجود على قيد الحياه. وبعد فتره يموت الحاج منصور حسين عشان اولاد الحاج منصور يبداوا يقسموا الورث ما بينهم، ويروح حسين لعمه وجدته عشان يطالب بورث ابوه، واللي كان نصيبه هو واخواته ووالدته من الورث ده قيراطين وتلت بيت من البيتين. لكن حسين كان عايز ال10 قراريط كاملين يزرعهم. الجده بترد عليه وبترضيه وبتقول له عمك يخلص زرعته وخد ال10 قراريط ازرعهم، لكن عشان اديهم لك بالكامل طول الوقت ده مش حق ربنا. وبدون اي مشاكل حسين بيسمع كلام عمه وجدته وبيمشي وبيروح بيتهم. البعض شك ان الخلاف اللي ما بينهم ممكن يكون السبب في اللي حصل لعبد العظيم، لكن اللي حصل ما بينهم ما يعتبرش اي خلاف او نزاع حتى، لان كل واحد وصل له حقه بالمظبوط. نرجع مره تانية لاختفاء عبد العظيم، واخر حاجه وقفنا عندها ان والدته ومرات عمه لقوا اللبس بتاعه. وهنا الشرطه بدات تشك في ان في شبهه جنائيه، وبما ان العيله كلها سمعتها طيبه ومفيش اي خلافات او نزاعات ما بينهم او ما بين الاخرين، فمين اللي ممكن يكون عمل كده في طفل عمره 9 سنين؟ وخاصه ان عبد العظيم حتى مش طفل بيعمل مشاكل او مزعج لاي حد، بالعكس طفل مؤدب وذكي جدا. تبدا تحريات الشرطه، وفي نفس الوقت الشك التاني اللي بيجي في قلب الشرطه ان ممكن يكون اللي خطفه عشان يطلب اي فديه او اي فلوس. لكن مين اللي ممكن يطلب فلوس من عيله كل اسره فيها نصيبها قيراطين ارض؟ حتى والد عبد العظيم استلف عشان يسافر بره ويشتغل ويجيب فلوس. فبكده افتراضيه ان حد ممكن يكون خطف عبد العظيم عشان يطلب فديه افتراضيه نسبتها تكاد تكون معدومه.